يا من انت كريم يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. لبيك اللهم لبيك. عدد كبير جدا من المواطنين بيشتاق لأداء مناسك العمرة. بالنسبة لأهلنا المصريين الحجاج المصريين، ربنا يتقبل يا رب، حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله تعالى لضيوف الرحمن. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مولاي صلي وسلم دائما أبدا. في عندنا مشكلة في الريال السعودي هنا في مصر، الناس مش لاقية حقيقة يعني. أوبا حبيبي تعالى. ملايين من ضيوف الرحمن الذين جاءوا من كل فج عميق إلى هنا، إلى المشاعر المقدسة. لأن شركات الصرافة لا تتمكن من توفير ما يكفي منه نتيجة نقص حاد في العملة الأجنبية. هذا جعل الحكومة تكتفي بصرف 50% من التمويل اللازم لبعض شركات السياحة التي يحتاجها 16,000 حاج قبل سفرهم للسعودية. لو حصل اي حاجه تدي لي رنتين تنين افهم ان في حاجه. طيب. وبسبب أزمة الريال وجه عضو مجلس النواب مصطفى بكري نداء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رجاء إلى سمو ولي العهد محمد بن سلمان رئيس مجلس وزراء ولي عهد المملكة العربية السعودية، أنا بتوجه له بهذا النداء. النبي هتجيب كده، والنبي هتجيب كده، ربنا يخليك. بأن الحجاج المصريين يتعاملوا بالجنيه المصري خلال فترة الحج. والنبي يا عمي وحياة أمك يا كده. طبعا الأرقام فلكية هذا العام، أرقام الحج هذا العام فلكية بمعنى الكلمة، يعني كل حاجة غليت، كل حاجة غليت، كل شيء غلي. المصريين من أغلى أنواع العمرة والحج. زمان كان اللي يحج ب50,000 جنيه، يا نهار أبيض، ده فلان بيحج ودافع 50,000 جنيه. لا والله يا عمده ما معيش فك. وانا كمان معيش فكر. طب وانا اعمل ايه يعني حضرتك؟ علبة العصير اللي كانت من سنتين بريال، النهارده بقت ب3 ريال ونص. وكتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطه، يقول لك ايه يا جماعه سعر الصرف، اولا احنا مرنين فيه علشان بس يبقى الامور واضحه، لكن عندما يتعرض الموضوع لامن مصر القومي وان الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا. يا عم بلاله ايه الحلاوة دي؟ ربنا يخليك. وايه الجمال ده؟ يعني غالبا علشان تحج حج سياحي اعتقد مش اقل من نص مليون جنيه ممكن يبقى دي تكلفة الحج السياحي، وفي اعلى في اعلى. هذا الموضوع انا بقوله على الهوا، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا ما نقعدش في مكاننا، لا لا ما نقدرش. فنتمنى بالفعل أن المملكة العربية السعودية البلد الشقيق وسمو ولي العهد أن يعني يتخذ هذا القرار حماية لكثير من المصريين. يغرد الملياردير المصري نجيب ساويرس بصورة لمصطفى بكري معلقا عليها: يا عم ارحمنا من فضلك بهدلتنا. والله يا عم الحاج انت شكلك كده شارب 3 ستيلا ويجي 8 كمان ايدي. يا بكري، فاكر ولي العهد ده جارك ورايح تطلب منه بصلتين؟ الريال النهارده بقى بسعرين كتار، يعني بقى كتير قوي امام الجنيه. لا لا ما نقدرش، حتى لو الكلام ده يتعارض مع حتى لو الكلام ده يتعارض امال ايه؟ وحياة امك انت جاي تشتغلنا هنا يا كبير ولا ايه؟ مش عارفة أعيط ولا عارفة، والله العظيم روحي طايرة فوق. الشرقي